لن تصدق ماذا قال مدرب الأهلي السعودي عن رياض محرز بعد تألقه اليوم. ما قاله فاجأ الجميع، ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة حتى تصلك جميع الأخبار. شكرا لكم جزيل الشكر. قدمت دول الجزائر رياض محرز واحدة من أفضل من مبارياته مع الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم، حيث أسهم في انتصار راقي على السد في البطولة النخبوية. وكان الأهلي نجح في قلب الطاولة على السد محققا فوزا ب3 أهداف مقابل هدف، بعدما كان متأخرا في النتيجة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين في ملعب جاسم بن حمد برسم الجولة السابعة وقبل الأخير من مرحلة الدوري منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة. محرز كان النجم الأبرز في المواجهة بعدما صنع الهدف الأول لروبرتو فيرمينو في الدقيقة 10 قبل أن يعود بنفسه لتسجيل الهدف الثالث والقاتل عند الدقيقة 81 بتمريرة حاسمة من إيفان توني ليحسم الراقي المباراة ويواصل سلسلة لا هزيمة في البطولة الآسيوية هذا الموسم. وأكد مدرب الأهلي السعودي بأن رياض محرز قدم مباراة قوية، حيث قال: هذا ليس بغريب عن لاعب صال وجال في الملعب. أنا حقا معجب بما يقدمها، لقد كان عند حسن ظن الجماهير الأهلاوية. ما رأيكم بما قاله مدرب الأهلي السعودي؟ أجبونا في التعليقات.